بدأ المنتخب المغربي في تبادل الهجوم أمام بلجيكا بعد مرور 30 دقيقة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد السمامة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم قطر 2022. شهدت بداية المباراة تبادلا هجوميا من جانب المغرب وبلجيكا من أجل الوصول إلى الشباك مبكرا وخطف المقدمة. في الدقيقة الخامسة أنقذ ياسين بونو مرمى المغرب من هدف مؤكد لصالح بلجيكا بعد تصدي لكن خطيرة من باتشوي، وسدد توماس مونير مدافع بلجيكا كرة قوية على مرمى المغرب، لكن يتصدى لها منير المحمدي بسهولة في الدقيقة 18. فيما يلعب المنتخب المغربي في وسط ملعبه ويستغل الجناح المتألق حكيم زياش في الكرات المرتدة من الناحية اليمنى. وفي الدقيقة 27 شكل سفيان بوفال خطوة كبيرة على مرمى بلجيكا بعرضية خطيرة لكن تتحول ركنية.